القصة بتحكي عن ست عجوزة شخصيتها غامضة جدا، بتعيش لوحدها في كهف صغير داخل إحدى الغابات. محدش من الناس أبدا كان بيقدر يهوب ناحية الكوخ بتاعها ده، والسبب هي القصص والأحداث المرعبة اللي اتقالت عنها، زي مثلا إنها كانت بتخطف بنات أهل القرية وتقوم بقتلهم علشان تاخد حاجات من أجسامهم تساعدها في بعض الأعمال السحرية اللي كانت بتقوم بيها. ومن وقت للتاني بالليل متأخر كانت تروح تعمل طقوس شيطانية جنب شجرة معينة في الغابة. وفي نهاية القصة لما الأهالي اقتحموا بيتها كانوا عثروا على جثث مدفونة تحت الأرضية، ده غير عظام ورؤوس الحيوانات زي القطط والضفادع وغيرها. والحاجات دي كلها كانت بتستخدمها في أعمال السحر والشعوذة وتقدمها زي قربان للجن اللي كانت بتحضره. قصة الساحرة أو الست العجوزة دي هي واحدة من أشهر الحكايات اللي اتقالت عن شخصية ماري الدموية، واللي فيه ناس بتقول إنها شخصية حقيقية كانت عايشة في القرن السبعتاشر، وناس تانية قالت إنها مجرد أسطورة ملهاش أصل من الصحة. تابع معايا الفيديو للنهاية وما تنساش الدعم. ست عجوزة وشها مليان تجاعيد وعينيها واسعة لكن مليانة شر وأذى، ظهرها منحني وصحتها على قدها، لكن الغريب فيها إنها كانت بتمشي بسرعة شديدة جدا لدرجة إن يدوب عينك تلمحها وهي معدية في الغابة، وأحيانا تلف راسك وتبص عليها فتلاقيها اختفت من المكان من غير أي أثر. الناس كانت بتستغرب إن هي عايشة لوحدها من غير أسرة أو أي حد يخدمها بسبب حكم السن، ومحدش عارف يعني كانت بتقضي يومها ازاي جوه الكوخ. شخصيتها غامضة ومختصرة جدا، ومحدش بيتكلم معاها إلا لو في سبب أو شيء ضروري. ومحدش كمان يعرف ليه هي بتخرج كل يوم متأخر وتروح عند الغابة، بتعمل ايه هناك ولا بتقابل مين، ما كانش حد فاهم. على مدار الوقت بدأت الناس تلاحظ إن هي بترجع من الغابة وتدخل جوه الكوخ، وبعدها بشوية بيطلع من شباك الكوخ دخان كتير ريحته غريبة جدا، زي ما يكون في أعشاب بتتحرق أو حاجة، يعني الناس مش قادرة تميز ريحتها أو تفهمها. السكان عندهم حب وفضول تعرف ايه سر الدخان ده وايه اللي بيحصل بالظبط جوه الكوخ، وايه يعني اللي بيوديها الغابة بالليل متأخر، وايه سر النشاط أو المشية السريعة بتاعتها. كلها